في عالم بيتر كول سول الشخصيات بتتبني ببطء وبتتشكل وبتقع وتنهار، بس وسط كل ده ظهرت شخصية واحدة كسرت قواعد الكتابة. شخصية شريرة لكن بطريقة مش طبيعية، شخصية تخليك تحبها مش تكرهها حتى لو بتقتل قدامك. النهاردة هنتكلم عن لالو سلامانكا، صاحب الابتسامة اللي وراها موت والعقل اللي كاد يدمر إمبراطورية جاس فرينج. وهنعتمد في التحليل ده على مشاهد محددة من المسلسل مش تحليل عام. لما دخل لالو المطعم وقعد يثني على الأكل ويعامل الموظفين بلطف، وفي نفس الوقت هو جاي يتجسس على جاس. ابتسامة وحوار لطيف، لكن عقله بيقيس كل حاجة حواليه. هنا بنشوف أول ملمح لالو بيستخدم الجاذبية اللي عنده كسلاح. المشهد اللي قتل فيه الشخص اللي رفض يعرض له الكاميرا عشان يشوف مايك راح فين، هو والمهندس الألماني فيرنر. وهو كان ممكن يهدده أو يأذيه بأي حاجة، ولكن هو اختار القتل وقتله بدون أدنى إحساس بالتعاطف مع الراجل اللي قتله ده. قبل ما يدخل يهدد جيمي وكيم كان بيبتسم وهو بيحكي قصة لطيفة عن والدته، وبعد ثواني بيطلع سلاحه. كمان مشهد أما دخل على هاورد وكيم وجيمي وقال ما تقلقوش يا جدعان، انتوا متوترين ليه، وقام قتل هاورد بعدها. ده بيدل على شخصيته إنها دايما مش بتظهر الحقيقة، وما تديك الأمان ده مش دليل لأنك فعلا تثق فيه، لا دايما لازم تخاف منه. لالو أول ما سمع جيمي بيقول له إنه راجع لوحده وما كانش معاه حد، حس بحاجة غلط وراح يتأكد بنفسه، ومشى من نفس الطريق ولقى عربية جيمي مقلوبة وفيها آثار من ضرب الرصاص. ولما لالو تتبع الراجل اللي كان شغال مع المهندس اللي شغال على المعمل اللي بيبنيه جاس فرينج لحد ما وصل لفيرنر وكلمه على أساس إنه بيسأل عليه، وبدأ يوقعه في الكلام لحد ما اتأكد إن فعلا خلاص هم شغالين في المعمل وقرب يوصل لمكانه لأنه كان عايز يعرف المكان بتاعه. لالو لما رجع من عملية الاغتيال اللي كان جاس مجهزها له على ايد ناتشو، مرضاش يظهر عشان يبين انه مات مع الناس اللي ماتوا في العمليه دي، عشان يعرف يشتغل براحته، يراقب من بعيد ويعرف مدخل للمعمل عشان يعرف يصوره من جوه ويبعتها للكارتيل عشان تبقى نهايه جاس فرينج، ويستأذن من الرئيس عشان يقوم هو بالعمليه. عيله سلامانكا كلها عصبيه، وانما لالو هادي بيفكر بالراحه على عكس عيلته، وده دليل انه بيعرف يشتغل في الفوضى وينظم افكاره، على عكس جاس اللي بيحب النظام دايما ما بيعرفش يشتغل غير فيه. انما لالو بيستغل الفوضى لتنظيم افكاره. عشان كده اول ما جاس شك ان لالو ما ماتش لاول مره، نلاقي جاس خايف ومتوتر من انه يطلع له من اي مكان، رغم ان لالو عرف يخدع جاس، لان جاس برضه كان تفكيره اسرع من لالو وعرف يقتله. المشكله هنا ان لالو ما ماتش موته عاديه، فضل يضحك لحد ما اتصفى، وده دليل انه خلاص المشاعر كانت عنده صفر. طب ليه الناس برضه بتحب لالو مع انه فيلن؟ لالو كان عنده كاريزما، ذكاء، وذوق اسطوري. هل لالو عنده اضطراب الشخصيه المعديه للمجتمع؟ اول حاجه عايزين نعرف ايه اللي بيحدد اذا كان الشخص ده عنده اضطراب الشخصيه ولا لا. 1 انتهاك حقوق الاخرين، 2 غياب الندم، 3 الخداع، 4 الاندفاع، 5 العدوان، 6 عدم احترام القانون واستغلال الناس عشان المكسب. ولازم يكون الشخص ده بدأ الموضوع ده من سن صغير. لالو تقريبا عنده 80% من المعايير دي. انتهاك حقوق الاخرين بدون ندم. اما قتل الشاب اللي ما رضاش يوري له التسجيلات بتاعه المحل، خرج ومسح نفسه من الدم ولكنه عمل اي حاجه. كمان لما اتمسك وهو قاعد باصص لعيله الشاب ده ما حسش باي ندم. استخدام الكلام المعسول واللطف كسلاح عشان يخلي الناس تثق فيه. عدم احترام القانون، وده باين في كل خطوه بيعملها طول المسلسل. هل لالو سايكوباتي كمان ولا لا؟ السايكوباتي دايما عنده سطحيه مشاعر، بيبتسم وبيهزر في مواقف ما ينفعش فيها. عدم وجود تعاطف مع الاخرين، وبنشوفه هنا اول ما دخل وكيم كانت مرعوبه هو ما كانش حاسس باي حاجه. القدره على التخطيط البارد بدون مشاعر. لالو تحسه بيخش اي مكان بيبقى محاسب، بيراجع كل حاجه بالورقه والقلم، ولكن كل ده في دماغه طبعا. وطبعا لالو سادي، وده بنقدر نشوفه في عمليات القتل بتاعته اللي من غير سبب، واللي عوده على كده من صغره هو هيكتور البابا. اما قال له يروح يعذب صاحب فندق اتخانق مع هيكتور قبل كده ويخليه يقتله، كان مستمتع بكده. طب يلا كده بقى عد معايا: 1 سايكوباتي، 2 نرجسي، 3 بارد. طب تعالى كده نبص على الجانب الايجابي بتاع لالو سلامانكا: 1 ذكاء اجتماعي عالي، 2 ثبات انفعالي عالي جدا. لالو سلامانكا شخصيه تستحق الدراسه فعلا. بس قبل ما نخلص في حاجه غريبه جدا، وهي تعامله مع الناس اللي كانوا بيخدموا في بيته اكنهم عيلته، بيحبهم جدا من اول لاخر واحد وبيعاملهم بلطف دايما. مش عارف ده ايه الصراحه. يا رب تكونوا استمتعتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.